بورسعيد مستنيه بالسنج وبالمطاوي وبالطوب ممكن واحد هينفذ بكلمتين، ممكن واحد هينفذ يعني يقول مش عارف احنا زعلانين من ايه، لكنه النادي المصري بيعيش احسن ايامه. يعني المصري قبل لقائه اليوم مع الاسماعيلي وفي المركز السابع برصيد 36 نقطة، عنده فرصة لو كسب يبقى 39، ولو كسب عنده فرصة يوصل ل 50 نقطة السنة دي أو أقل كثير قليلا. فالحقيقة الكلام ده أنا كان يعني أرجو سيادة المستشار جلال إبراهيم إذا كان سمعني بالعكس يصدر بيان يشيد فيه بجماهير بورسعيد، لأنه كمان معروف إن جمهور بورسعيد بيحب الزمالك لكن بيحب المصري أكتر. يعني ما هو ما حدش هيقول ابدا انه المصري يتعاطف، ده مش موجود في الكوره، مش موجود في عالم كره القدم، مش هيحصل يعني. فالمصري هيلعب مباراه كوره، هيلعب مباراه كوره. كل الكلام شائعات التفويت، مطار يحيى من الزمالك كسب الزمالك، فاروق جعفر من الزمالك تعادل مع الزمالك، طه بصري من الزمالك له اسم، ومدينه زي بورسعيد لها اسم ولها تاريخ ولها فريق ونفسها فريق هيخش من جواهم بيحبوا الزمالك، لكن هم بيعشقوا النادي المصري. وانتوا عارفين ان انا اتعمل عليا حمله في النادي المصري او اتعمل عليا حمله في وسط جماهير بورسعيد، ولكن سبحانك يا رب هي الجماهير دي اللي رجعت تاني كلها اتكلمت وقالت احنا بنشكرك وكان معك كل الحق في كلام المحترم، الكلام اللي انت ظليت عليه حتى النهايه، وكتر خيرك، لانه لا يصح في النهايه الا الصحيح، وبشكرهم كتر خيرهم. خلاص موضوع حاول البعض يبوظ الدنيا لكنه خلاص انتهت على خير، فالدنيا سهله. فانا مش محتاج انه افضل كل شويه اقول الجمهور المصري وجمهور الاتحاد وجمهور، لا. عشان كده انا اشدت امبارح بجماهير الزمالك بجد، امبارح سلوكها ممتاز، عملوا دخله كويسه وعملوا مسانده كويسه، وقفوا جنب فريقهم بشكل جيد وفريقهم اتعادل دخله روعه روعه، مفيش اجمل، مفيش اجمل بصراحه، حلوه جدا وحلو. ده التنافس اللي انا حابب اشوفه بين الاهلي بين الزمالك بين الاسماعيلي بين المصري بين الاتحاد، كل ده جميل، فاتمنى ان ده يظل موجود. وانا بطمن الزملكاويه ما تقلقوش من بورسعيد، بورسعيد بتحب فريقها قوي، بورسعيد بيحبوا النادي المصري قوي وبيحبوا نفسهم وبيحترموا نفسهم وبيقدروا الاخرين. ناخد بعض المكالمات الهاتفيه. محمد مساء الخير يا محمد. مساء النور كابتن احمد. اهلا بيك يا ابو حميد، اتفضل. ازيك عامل ايه؟ الحمم لله. حضرتك انا لو فاكر انا كلمتك امبارح ساعه لما قلت لك التعصب بيجي من فرقتك زي ما انت عايز، زي شجع وخليك مع المصري حتى النهايه عشان يفوز ويرفع رصيده، وما تسمعش لكتير من الشائعات. المصري ما صدقنا انه اتحط على التراك الصح، على الخط الصح، خليه ماشي في الخط الصح، ما تعطلوش. لافتات، اعمل لافتات للنادي المصري تحييه وتشجعه وتحمسه وتحفزه، لكنه الزمالك يحل على بورسعيد ضيفا عزيزا، والاهلي والاتحاد والمقاولين والمحله والاسماعيلي والسويس وبتروجيت ودجله وانبي والاسماعيلي وكله. فارجو النهارده تكون البدايه في مباراه الاسماعيلي والمصري وفي المباراه المقبله. احمد مساء الخير يا ابو حميد. الو. الو. اهلا يا احمد، ازيك؟